السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور حسن عبادي، أخصائي في العلاج بالأعشاب والزيوت الطبيعية. هكلم حضراتكم النهاردة عن مجموعة الزيوت اللي بنستخدمها لعلاج تقصف وسقوط الشعر، ومجموعة الزيوت اللي بتستخدم لتنعيم وتطويل الشعر وكيفية الاستخدام. نكتب مع بعض كده مجموعة الزيوت المستخدمة لعلاج تقصف وسقوط الشعر. هنجيب زيت زيتون، ونضيف زيت اللوز المر، وزيت الخروع، وزيت الجرجير. زيت الزيتون، زيت اللوز المر، زيت الخروع، زيت الجرجير. الكميات دي هتكون بكميات متساوية. الزيوت دي هنعملها بكميات متساوية، وهنحطها في إناء بلاستيك غامق اللون عشان ما تفاعلش مع الضوء وهنستخدمها كحمام زيت مرتين أو 3 في الأسبوع. طبعا عارفين حضراتكم طريقة استخدام الزيوت كحمام زيت، إني أنا بغسل الشعر عادي وبنشفه تنشيف خفيف كده، وببدأ أدهن برضو في حركة خفيفة خالص. وبعدين بجيب فوطة وأحطها في مية دافية، وأعصر الفوطة وأحطها على الشعر لمدة من تلت ساعة إلى نص ساعة. يعني كل ما تبرد في 10 دقايق أحطها تاني في المية الدافية، وبعد كده أحطها على الشعر. المجموعة دي هتستخدم مرتين أو 3 في الأسبوع، هتساعد في علاج تقصف وسقوط الشعر. وبنضيف برضو عليها اني انا بستخدم حاجة تاني، بستخدم حاجة اسمها الاوستيوكير كبسول، باخد كبسولة واحدة، او بستخدم حاجة تاني اسمها زينكوترون. يعني دي تنفع ودي تنفع، دي كبسولات موجودة في الصيدلية. هتاخد كبسولة واحدة يوميا بعد الغداء، وممنوع شرب الشاي والقهوة. ده بالنسبة لتقصف وسقوط الشعر. طب ايه هي مجموعة الزيوت بقى اللي بنستخدمها لتنعيم وتطويل الشعر؟ الزيت الاساسي عندي زيت الزيتون، وبضيف عليه زيت سمسم، وزيت صبار، وزيت اللوز الحلو، وزيت الثوم. دول 5 انواع زيوت. زيت الزيتون نكتب مع بعض، وزيت السمسم، وزيت الصبار، وزيت اللوز الحلو، وزيت الثوم. دول برضو بكميات متساوية، واحطها في اناء بلاستيك غامق اللون. اكرر غامق اللون عشان ما يتفاعلش مع الضوء. وبرضو برج القزازة كويس، وبستخدمها كحمام زيت مرتين او 3 اسبوعيا. دول مجموعتين هيستخدموا معايا في علاج مشاكل الشعر كلها. ممكن ان انا اعملهم في مجموعة واحدة، اضيف مجموعة الزيوت دي كلها. هو الزيت المكرر عندي زيت الزيتون، فهاخد نوع واحد زيت زيتون، واضيف عليه زيت اللوز المر، وزيت الخروع، وزيت الجرجير، وزيت السمسم، وزيت الصبار، وزيت اللوز الحلو، وزيت الثوم. دول بيجوا معايا كده 8 انواع زيوت. هخليهم في إناء بلاستيك غامق اللون برضو، وأخليهم للعناية بالشعر لكل مشاكل الشعر، سواء تقصف وسقوط الشعر، وسواء لتنعيم وتطوير الشعر. يعني هنعالج هيشان الشعر والشعر الجاف. دول يعني الخلاصة بتاعت الزيوت، وغير مكلفين خالص، موجودين عند العطار. هتستخدميهم وإن شاء الله هتلاقي نتائج ممتازة. ونكرر برضو، حتى لو أنا خليت المجموعة دي وحديها ودي وحديها، هنستخدم نفس الفيتامين اللي قلناه، زينكوترون أو استيوكير. و لو خليناهم في مجموعة واحدة للعناية بالشعر عموما عشان يظبط الشعر عموما، يبقى برضو هستخدم نوع واحد من الأقراص دي، الفيتامينات دي، عشان تحتوي على زنك وبتحتوي على عنصر الحديد. هستخدمها مرة واحدة في اليوم، وممنوع شرب الشاي. هقول لحضراتكم على بعض الأغذية اللي بتستخدم في علاج مشاكل الشعر عموما اللي احنا ذكرناها. لو أنا عايز عناصر فيها حديد، زي البقدونس، والسبانخ، والعسل الأسود، الكزبرة، والكبدة، والتفاح، والموز، والرمان،
والبنجر. دول بعض الأغذية اللي بتحتوي على عنصر الحديد لو أنا مش عايز أجيب الفيتامين ولا أكلف نفسي. في برضه حاجات تانية بتحتوي على عنصر الزنك، ده برضه من الحاجات المهمة جدا لعلاج مشاكل الشعر. موجودة فين بقى الزنك ده؟ موجود في الحبهان، وده بيستخدم كبهارات طبعا في كل بيت. والزعتر ده موجود وممتاز خالص، والشبت والكزبرة والمكسرات بأنواعها والبيض والفراخ واللحوم الحمراء، كله ده يحتوي على عنصر الزنك. يبقى احنا ادينا لحضراتكم مجموعة زيوت تقصف وتساقط وحديها، ومجموعة زيوت تنعيم وتطويل وحديها، وعملنا دمج ما بينهم واستخلصنا منهم مجموعة زيوت للعناية بمشاكل الشعر عموما. واديت حضراتكم التكملة الغذائية من الناحية التانية، أغذية تحتوي على عنصر الحديد وأغذية تحتوي على عنصر الزنك، لأن نقص العنصرين دول بيؤدي إلى ضعف ومشاكل في الشعر. معلش الفيديو صوتي، يا ريت حضراتكم تكتبوا الحاجات دي عشان تعرفوا تجيبوها كده على مهلكم، وإن شاء الله بلغونا بالنتيجة في الكومنتات. فضلا وليس أمرا، يا ريت يا ريت تشجعوني عشان أجيب لكم الحاجات الطبيعية دي خالص. لايك وشير والاشتراك في القناة عشان عدد كبير يستفيد، بدل الاستغلال اللي بيحصل من شركات الأدوية اليومين دول. رغم ان انا صيدلي، بس بيحصل استغلال فعلا في الأسعار اللي هي مبالغ فيها جدا. شكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.